هم بيعكسوني جوه في كنترول روم ومواعين وتشيل العيال هو كل حاجه، المطبخ والبيت والاولاد جانب دايما شايل، وجانب دايما حاسس انه ما هو ده الوضع الطبيعي المفروض تعمليه. ده بيظلم كتير الحقيقه من السيدات، وبيظلم كتير من الزوجات، وده محتاج تفاوض قبل الجواز بقى مش بعد. نقدر نعمله ازاي ده فتره الخطوبه او فتره الارتباط؟ بيبان طريقته وتعامله في البيت. لان مثلا الابن اللي في البيت بيتعامل بالصوره الفلانيه مع باباه ومامته، ما تتخيليش ان هو لما يتجوز هيتغير عن النقطه دي يا ماما. لان هو يا يعني هو ماما، معتمد على ماما، هو بيوتها. هيستبدل ماما بواحده تانية، هي ده اللي حقيقي. هتبقى هي بالنسبه له امه البديله، اللي هي هتعمل كل العلاقات، هي اللي هتبقى العائل بالنسبه له. هو ممكن يكون بيشتغل وكده، مش قاعد في البيت، بس الفكره ايه، نفسيا ومعنويا وكل حاجه هو بيشتغل، وبعد شغله هو سايبها تماما، ولا بيتكلم معاها، ولا بيساعدها في شغل البيت، ولا بيحاول يخرج، ولا بيحاول يعمل اي حاجه. بيعتمد ان هو باستمرار ياخد منها. هنا طبعا العلاقه هتخسر. ازاي نعلمه العكس او نعلمه يدي؟ يبقى هو اساسا ليه منظور مختلف. أوه. ان العلاقه لازم انا بدي والطرفين بيدوا. لان مثلا ايه، لو واحد بياخد والتاني بيدي هيفضل يدي لفتره. تمام، زي ما قلنا مثلا الراجل ممكن يدي سوري الست ممكن تدي كتير وبعدين مره واحده هتيجي تكسر الموضوع. او العكس، الراجل هيستحمل شويه وبعدين هيقف على طول. والعكس يعني لو العلاقه في واحد بياخد والتاني بيدي هتفضل مش متوازنه لغايه ما تيجي نقطه هتنهار فيها. لو الاثنين بقى بيدوا، العلاقه هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى بتنمو باستمرار. لكن يعني مثلا الناس ايه بتتكلم ان وقت مشاعر الخطوبه واول سنه جواز ما بقتش موجوده. الفكره ان انت ما بقتش بتعمل نفس اللي كنت بتعمله ساعتها، او انت ما كنتيش بتعملي نفس اللي كنت بتعمليه ساعتها. ممكن. يعني احنا كنا مقبلين جدا، وكنت خدوم جدا لما بتطلبي اي حاجه عينيا وبجري وبعمل، وبعد كده يعني هو انا اللي مش عارف ايه، انا اللي لازم اعمل كل حاجه، طب ما تعملي انت. انت عايز توصل لحاجه معينه، اعمل نفس اللي كنت بتعمله.